السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. وحشتوني جدا جدا جدا. حقيقي فعلا كانت فتره طويله قوي ما صورتش فيها فيديوهات، وفعلا كنت مفتقده جدا ان انا انزل لكم فيديوهات واتكلم معاكم واشوف تعليقاتكم الجميله. شكرا لكل حد سأل عليا، شكرا لكل حد كتب لي كومنت حلو، شكرا لكل دعوه حد دعالي. بجد انا ممتنه جدا ليكم ولدعمكم، ومستنيه الفتره الجايه دعم اكتر بقى واقوى من كده عشان الفتره اللي توقفت فيها. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن اهداف السنه، ازاي ان احنا نحققها بقى السنه دي ونحط اهداف صح علشان نقدر نحس فعلا في اخر السنه بالانجاز ونحس ان احنا حققنا اهدافنا. الموضوع ده طبعا كل سنه دايما في اول السنه بنحاول ان احنا نتكلم فيه ونشوف ازاي هنحط الاهداف، بس المرة دي هتكلم معاكم في حاجة مختلفة. ازاي فعلا احط الهدف واحققه، ازاي ما اكتبش مجرد اهداف كده وفي اخر السنة اجي الاقي نفسي كنت كاتبه اهداف كتير قوي وما حققتش منها ربع اللي انا حتى كنت عايزاه. لو جينا بصينا على اهداف السنة اللي فاتت ممكن افتح كده ابص الاقي ان انا ما عملتش مثلا غير هدفين بس هما اللي حققتهم، او 3 اهداف والباقي كله ما جيتش ناحيته. فهنتكلم في الاسباب وهنتكلم ازاي نحط حل لموضوع الاهداف ده ان انا فعلا انجزه واحققه. اول حاجة انا لما باجي احط اهداف واجي اخر السنة الاقي نفسي ما حققتهاش بيكون غالبا لسببين. اول سبب هو ان انتي حطيتي اهداف كتير قوي وخارج التوقعات، او ممكن تكون اهداف خيالية مثلا وكان من صعب فعلا ان هي تتحقق السنة دي، ورغم كده حطيتيها وكتبتيها. فبيحصل ايه؟ مخك تلقائي بيبقى من جواه حاسس ان الاهداف دي فعلا لا مش هتحصل، يعني او هدف خيالي فعلا ان هو صعب ان هو يتحقق السنه دي، او صعب ان هو يتحقق على الاقل الفتره دي. فتلقائي انت من جواكي حاسه ان هو مش هيتحقق، فبتلاقي نفسك مش ماشيه اصلا تبع الخطه اللي انت كنت حاطاها او حتى الهدف قدامك وهتمشي له خطوات، تلاقي نفسك ان انت فعلا مش بتعملي له اي حاجه عشان تسعي ان انت تحققي الهدف ده. الحاجة التانية هو ان الهدف ممكن يكون كان كبير قوي ومحتاج ان هو يتقسم على خطوات، او على مثلا 2 أو 3 على حسب، محتاج ان انت تقسميه وانت حطيتيه في السنة دي بس، وحطيتيه كده قدامك ان انا هحققه خلاص هعمله. يعني مثلا هفتح مشروع كبير، طب المشروع ده معقول هيتفتح السنة دي؟ ممكن يكون صعب جدا ان هو يتفتح السنة دي، ولكن انت حطيتي له هدف ان هو هيتعمل السنه دي، وبالتالي انت اصلا شايفه انه هدف خيالي مش هيحصل، هدف كبير قوي ما كانش المفروض هيتحقق في سنه واحده من السنين اللي انت او من السنه اللي انت كاتباه فيها دي، فبالتالي برضو ما قدرتيش تحققيه. طب ايه اللي بيحصل بقى لما تيجي اخر السنه وابص على الاهداف بتاعتي والاقي نفسي انا ما حققتش كل الاهداف اللي انا كنت عايزاها؟ اول حاجه طبعا بيجيلك احباط. تاني حاجة بيجيلك احساس جوه نفسك ان انتي بتكتبي اهداف كتير وبتحطي خطط كتير ومش بتعمليها، وبالتالي بتصدقي احساس ان انتي مش الشخص اللي بينجز، مش الشخص اللي بيقدر يحقق الحاجة اللي هو عايزها، مش الشخص اللي بيكتب اهداف وفعلا بيحققها. وبالتالي طبعا بتبتدي تتصرفي على هذا الاساس ان انتي مش الشخص اللي هيحقق الاهداف، ومش الشخص اللي بيكمل الحاجة الاخيرة. دايما انا ببدأ الحاجة في اولها وما بكملهاش للاخر. طيب عايزين بقى حلول علشان السنة دي نبتديها صح، ونتفادى موضوع ان احنا نكتب اهداف كتير ودايما يبقى جوانا احساس ان انا هعمل كل الحاجات دي اول السنة، ويجي على مثلا نص السنة بالكتير الاقي نفسي خلاص وقعت ومش قادرة وحاسة بالاحباط وحاسة ان انا مش قادرة اكمل. هنشوف بقى 3 حلول هنعملهم وهنمشيهم 3 خطوات كده مع بعض، وياريت لو تكتبوا بورقه وقلم علشان ما تنسوهمش، وتحاولوا فعلا ان انتوا لما تيجوا تكتبوا الاهداف السنه دي تكونوا ماشيين على ال3 نقط دول. اول نقطه مهم جدا ان انا اركز على مشاعري. ناس كتير قوي بتركز على الانجازات بس، يعني عايزه اتعلم مثلا حاجه معينه، عايزه اجيب حاجه معينه، عايزه اخس، عايزه اتعلم لغه، عايزه ايا كان الهدف اللي انت حطاه، وبتقعدي تحطي انجازات ورا بعضها ان انت عايزه تحققيها وناسيه مشاعرك خالص على جنب. طب اعمل ايه عشان اركز في مشاعري؟ اشوف انا كل هدف من دول انا ايه مشاعري ناحيته. في مشاعر تفاؤل مثلا هتحصل لي، في مشاعر سعاده، في مشاعر حب وامتنان هتحصل لما انا امشي على الهدف ده. لازم اكون مفكره ايه مشاعري اللي هلاقيها من الحاجات دي. ومهم كمان ان انا ما فكرش بس
في الهدف وخلاص، مهم ان انا افكر يا ترى انا ازاي هقوي علاقتي بربنا، يا ترى انا ازاي هقوي علاقتي مثلا بولادي او باخواتي او باسرتي عموما. مهم جدا برضو ان انا اشوف ازاي هقوي علاقتي بزوجي لو متزوجة، ازاي انا هحسن العلاقات مع اسرتي ومع زوجي مع اولادي. دي حاجات مهمة جدا. ازاي احسن علاقتي بنفسي، بثقتي بنفسي، باهدافي اللي انا بحطها فعلا ونفسي احققها، بادارتي المالية لنفسي، باي حاجة انا عايزة اطور نفسي فيها واحسن نفسي فيها. فمهم جدا ان انا احط الهدف ده واشوف انا ازاي هطور نفسي واحسن علاقتي بنفسي ازاي. واخر حاجة محتاجة ازاي اشوف ان انا احسن علاقتي بصحابي وبالمجتمع اللي حواليا. وانا بحط الاهداف بتاعتي محتاجة اشوف ازاي همشي خطوات، علشان انا مش بعمل الهدف بس وبنسى مشاعري على جنب وبنسى نفسي على جنب والعالم اللي انا حواليا اللي عايشة فيه بنساه. لا، انا عايشة وحواليا ناس وحواليا اسرتي الصغيرة وبعدها عيلتي الكبيرة وصحابي والمجتمع. انا محتاجة ان انا اشوف كل الحاجات دي واظبطها الاول. محتاجة طبعا اول حاجة ان انا علاقتي بربنا تبقى كويسة علشان اقدر اشتغل احسن، عشان يبقى عندي ثقة في الله ودايما عندي يقين ان انا هكون احسن وان انا هقدر باذن الله احقق كل الاهداف اللي انا حطيتها. طيب الخطوة التانية محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة دايما ان انا يكون عندي تفاؤل. يعني دايما في ناس عندها نظرة تشاؤم كده، ان انا بحط اهداف وبعمل اللي عليا بس انا من جوايا عندي تشاؤم، انا حاسه ان انا مش هعمل اي حاجه من اللي انا بكتبه ده، انا حاسه ان انا مش هوصل لاي هدف من اللي انا بقوله ده، مجرد كلام وخلاص، مجرد كده حاجات بكتبها وخلاص، بس انا مش هعمل اي حاجه من الحاجات دي. او بيبقى عادي بتكتب ومتفائله ومبسوطه وكل حاجه، بس مجرد ما اي مشكله تحصل لها او اي تحدي يجي لها في حياتها خلاص بتستسلم وترجع لورا وتسيب كل حاجه وتقول لا اصلا انا خلاص كده فشلت، اصلا انا مش هقدر اعمل حاجه، اصلا انا خلاص بقول الحاجه وبعملها وما بكملهاش، فده بيرجعك تاني لورا. فمحتاجه دايما ان انا اتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. كل ما اتفائل كل ما هلاقي في خير جايلي، كل ما اتفائل هلاقي نفسي انتاجيتي احسن، اسلوبي بقى احسن، نظرتي لنفسي بقت احسن. كل ما اتفائل هلاقي فعلا انا كده تلقائيا بروح ناحية الحاجات اللي هتخليني فعلا احقق اهدافي، اللي هتخليني فعلا امشي ورا الخطة اللي انا كنت حطها وعايزة احققها. فمهم جدا ان انا دايما كلمة تفاؤل دي تبقى عندي كل يوم، مش بس في الاسبوع مرة ولا في الشهر مرة، لا، كل يوم انا صاحية متفائلة، انا متفائلة اليوم بتاعي النهاردة هيبقى كويس، انا متفائلة ان انا كل الحاجات اللي انا كنت حطاها ان انا هعملها هقدر اعملها واخلصها، انا متفائلة ان انا صحتي هتبقى احسن، علاقتي بربنا هتبقى احسن، متفائلة ان علاقتي بصحابي هتبقى احسن، بعيلتي هتبقى احسن. طول الوقت انا عندي تفاؤل، متفائلة ان انا شغلي هنجح فيه وهوصل للي انا عايزاه. ما يبقاش بقى عندي نظرة التشاؤم ونظرة ان انا مش هقدر اعمل اللي انا عايزاه، مش هيحصل كذا، اصلا هعمله ازاي، طب بعد ما اتفائل هعمل ايه. هبتدي بقى اخد خطوات امشي للاهداف اللي انا حطيتها، ما افضلش بقى بس بقول انا متفائله وقاعده في مكاني، لا، لازم ان انا اسعى، لازم ان انا امشي واشتغل واعمل اللي عليا واطور من نفسي واطور من علاقاتي ومن علاقتي بنفسي واطور من كل اللي احنا اتكلمنا فيه. يبقى انا هتفائل، ومع التفاؤل انا هسعى وهشتغل وهعمل وهتطور وهتحرك، مش هفضل قاعده مكاني. خلاص، يبقى اول خطوة كانت معانا ان احنا نركز على مشاعرنا واحنا بنحط الانجازات. تاني خطوة ان انا اكون دايما متفائلة وان انا اشتغل واسعى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فلازم انا طول الوقت انا بعمل، انا مش قاعدة مكاني وحاطة ايدي على خدي وقول ده انا حطيت اهداف وما عملتهاش، لازم طول الوقت انا اكون بشتغل وبسعى وبعمل اللي عليا. طيب تالت خطوة بقى علشان احقق الاهداف بتاعتي وفعلا السنة دي تكون اهداف حقيقية وتكون اهداف ناجحة، ان انا اكتب اهدافي واكتب مشاعري. اللي احنا فوق اتكلمنا ان احنا مهم يكون في عندنا مشاعر دايما بنفكر فيها مع تحقيق الهدف. طيب مهم جدا عشان انا اكون عندي اهداف وبحققها ان انا اكتبها على ورقة وافرغها دايما. يعني في اول السنة هبتدي احط اهدافي واشوف انا عايزة اعمل ايه واحط مشاعري معاها. طيب هاجي بقى كل اسبوع اكون حاطه اهداف الاسبوع ده هعملها ازاي، واحط مشاعري. لو انا عندي مشاعر خوف اكتبها، عندي مشاعر سلبيه اكتبها، عندي اي مشاعر اكتبها، وخصوصا لو مشاعر سلبيه.
لازم اكتبها. طب لو مشاعر حب، تفاؤل، سعادة، تحفيز، ايا كان المشاعر اللي جواكي هتكتبيها طبعا. طيب هعمل ايه في المشاعر السلبية بعد ما اكتبها؟ اول حاجة انا همسك حاجة جوايا، مثلا عندي احساس بان انا تخبط مثلا، متلخبطة، او عندي احساس ان انا هفشل مش هقدر اعمل الحاجة دي. اكتب الحاجة السلبية اللي انا حاسة بيها، واكتب تحتيها 3 حلول يخرجوني من المشاعر اللي انا فيها دي او من الاحساس السلبي اللي جوايا ده. لما افكر في 3 حلول هتلاقي مخك تلقائيا بيروح ناحية الحلول دي. انت زي كده كأن في مخك في ملفات وانت قافلاها، فمجرد ما بتكتبي المشاعر السلبية دي وبتبتدي تكتبي حلول ليها، بتلاقي مخك زي ما يكون فتح الملفات دي وابتدى يشوف الحلول وابتدى يسعى ان هو يوصل للحل. فتلقائي مخك اصلا بيبقى ماسك الفكرة السلبية وقافل عليها، وفكرة سلبية على فكرة سلبية، تلاقي بقى مخك بقى مليان افكار سلبية وانت مش قادرة تخرجي منها. عامل زي الصندوق كده اللي عمالة تحطي فيه ملفات ملفات وعمال يتملي لحد ما بقى على اخره. طيب عشان انا موصلش للمرحلة دي واجي في نص السنة الاقي نفسي خلاص انا عندي احباط، انا عندي استسلام، انا مش قادرة اكمل، لا، افضي اول باول كل يوم اكتب ايه المشاعر السلبية اللي انا حاسة بيها، ايه ال3 حلول اللي انا ممكن احطهم واوصل بيهم لان انا اطلع من المشاعر دي واوصل لحل فعلا. هتلاقي تلقائي انتي خلاص بتشتغلي ومخك بتبرمج على انه يشتغل على ان هو يوصل للحل ده عشان يخرج من المشكلة دي او يخرج من المشاعر السلبية اللي جواه. وبكده انا اكون حطيت اهداف ذكيه، حطيت حلول ذكيه، وحطيت مشاعري ومنسيتش مشاعري وركنتها على جنب. علشان دايما لما بكون حاطه انجازات وما بفكرش في مشاعري، انا باجي في النص بلاقي نفسي مش قادره اكمل، مش قادره اشوف انا ايه اللي ناقصني او انا ايه اللي موقفني. فمهم جدا ان انا اشوف ايه مشاعري واكتبها وافرغها، وزي ما قلنا المشاعر السلبيه دايما افرغها اول باول. والتفاؤل حاجة مهمة جدا في حياتنا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليها ان احنا دايما نتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. فمهم جدا ان ده يبقى شعار حياتي كده، انا شخص متفائل، انا واثقة في ربنا وعندي يقين وعندي حسن ظن ان كل خير جايلي، وان حتى لو جالي اي تحدي او اي ابتلاء فانا متيقنة وعندي استسلام وتسليم لله ان ده هو الخير ليا. بس ما افضلش حاطة ايدي على خدي، اسعى وامشي في الحلول علشان اوصل لنهاية السنة ان انا اكون على الاقل محققة 90% من الاهداف اللي انا حطاها، وفعلا احس ان انا انجزت فعلا الاهداف، واحس بقى بالنجاح وبشعور الثقة بالنفس ان انا قدرت احقق كل اللي انا كنت عايزاه. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، وان يكون كتبته علشان تقدروا فعلا تحطوا ال3 خطوات دي وتكتبوها في الخطة بتاعتكم بتاعت السنة دي. واتمنى ان هي تكون سنة الخير ليكم والنجاح يا رب والتوفيق. شكرا لمتابعتكم معي.